النهارده نتكلم في فيديو سريع عن مشكلة بتواجه ناس كتير لما تلاقي نفسها في كمين أو في مكان الشرطة بتقول لك عايز البطاقة بتاعتك، فبتاخد البطاقة بتستعلم من البطاقة بتلاقي عليك حكم. طبعا الحكم ده هو مش صحيح أو مش عليك لأن ده خطأ تشابه أسماء. بيحصل إيه لو أنت تعرضت للموقف ده وإن أنت لقيت نفسك في تشابه أسماء بينك وبين شخص تاني؟ في الحالة دي حضرتك بتروح تستخرج رقم القضية رقم 1، بتاخد رقم القضية ده بتطلع بيه على النيابة العامة. النيابة العامة بتطلب منهم إنه بتعمل إنه في خطأ أو في لبس في تشابه الأسماء بينك وبين شخص تاني. النيابة العامة طبعا بتروح للاسم أو حضرتك بتروح للاسم، المركز المسؤول اسم الشرطة، علشان تطلع منهم رقم القضية زي ما قلنا، أو بتعمل تحريات، أو الاسم بيعمل تحريات إن علشان تثبت إن أنت مش الشخص التاني أو إن أنت الشخص الخطأ. بتاخد الجواب التحريات تطلع بيه على النيابة العامة، والنيابة العامة بتصدر لك شهادة إن أنت مش المعني بالاتهام ده أو مش المعني بالقضية دي، ويفضل إن أنت تضيف رقم قومي في لما بترفع البيانات دي على السيستم، تضيف الرقم القومي علشان يبقى في فرق بينك وبين الشخص التاني، أو تضيف اسم الأم برضو علشان يبقى في فرق واضح وما تتعرضش إن شاء الله لموقف زي كده في أماكن تانية أو في أماكن مشابهة. وإن شاء الله ربنا يحفظ الجميع. شكرا.